حكايتنا النهارده في أعز الناس مع ست مصرية أصيلة، ورغم انفصال زوجها عنها وصغر سنها ومعاناتها مع المرض والعمل باليومية عشان توفر أكل وشرب لأولادها. يلا بينا نشوف أم عمر. احكي لنا بقى عن حكايتك أم عمر، صح؟ اسمي سمر صبري. من اسماعيلية. انا متجوزة وانا عندي 15 سنة. انفصلت من 2016. كان معايا بنت وولد، وكنت طالعة حامل شهر، وربنا كرمني ببنوتة سميتها لامور. وانا اللي عايلة ليهم، وبشتغل وبصرف عليهم، بشتغل في اي حاجة وما بقولش لاي حاجة للشغل لا. يعني انت شغالة ايه بالظبط؟ بشتغل في البيوت، بشتغل اي حد محتاج اي حاجه، سجاد ولا حاجه اغسله له. تنظيف سمك بعمل، ما بقولش للشغل لا. طب في الفترة من ساعة ما انفصلتي لحد دلوقتي في حد ساعدك؟ ربنا، واللي بيقدر على حاجه بيساعدني بيها، اللي مش بيقدر طبعا مش. ما فيش حد من عيلتك ولا أخ ولا أب ولا؟ توفي، ووالدتي برضو شغاله باليوميه، برضو ظروفها على قدها، واللي بتقدر تساعدني بيه بتساعدني، وما بتقدرش برضو ايه، لان هي مش ملزمه بيا. ابوهم طبعا ما بيسالش عليهم خالص، بستولى ان انا اكل عيالي واربيهم واعلمهم تعليم كويس، لان انا عندي بسم الله ما شاء الله يعني دماغهم كويسه في التعليم، فانا مش هخليهم يبقوا يعني يطلعوا اقل من اي حد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا هيكرمك فيهم. طيب انا عارفه ان عندك مشكله مرضيه او اعتقد حرق، ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل؟ والله انا كنت في مره بعمل اكل يعني وانا متجوزه وكده، وكنت لابسه عبايه طويله، فالحرق مسك، يعني العبايه اتحرقت فمسكت في ايديا وكده. قعدت شهرين في مستشفى اسمها ابو قير اسكندريه. قعدت شهرين هناك، وطلعت طبعا عملت عمليه، بس طبعا العمليه ما نجحش، لان انا الجرح بتاع جسمي مش قد كده يعني. ممكن تورينا درجات الحرق بتاعتك؟ دي دي اصلا كانت هنا، كانت لازقه. كنت بتغسلي السجاد ازاي عند الناس وتلمسي ميه وانت ايدك محروقه بدرجه دي؟ مش مضطرة عشان اكل عيالي واصرف عليهم، مضطرة، ما هتمد ايدك للناس يعني ولا ايه؟ وده كان غلط اصلا على الحرق، صح؟ هو غلط عشان الكلور والمواد الكيماوية زي كده، والجلد يعني حاجة خفيفة فبتعور، ساعات بتتجرح خالص، فما بقدرش اكمل بيها. طيب وانت في بيتك بقى بتغسلي على ايدك؟ كنت بغسل على غسالة عادية، وجبت غسالة بس باظت طبعا، وجيت اتزنقت في فلوس وكده وايجار وبعتها. ومعرفتيش تجيبي غساله تاني؟ طبعا انت شايفة الحاجة غالية ازاي. احنا في بريكو وفرنا لك غساله، ويلا بينا نشوفها مع بعض. دي هديه بسيطه من شركه بريكو، يا رب تبسطك وتوفر عليكي اي معاناه. ابدا، وشكرا شركة بريكو، يعني جات لي لغايه البيت وقدمت لي حاجه زي كده، ومتشكره جدا لشركه بريكو. انت تستاهلي كل خير، انت ست مصريه اصيله بجد، وبتمثلي امهات مصريات كتير، فانت قدها، وما شاء الله ان شاء الله تشوفي كل الفرح في اولادك وكل الخير في اولادك باذن الله.